اهلا بكم مجددا مشاهدينا في ركن تكتيك من تقديم جابر نعمون. عديد الحالات الفنيه كما قلنا والتكتيكيه حدثت في مواجهه المنتخب المغربي والكندي. اعطينا اول حاله نجيب، تفضل جابر. شوف باه دائما قبل ما نبدا التحليل التكتيكي نحب دائما نوصل للجمهور الرياضي بعض المعلومات، من بينها انه لازم كي تشوف تحل المباراه لازم تشوف 4 اشياء. من بين هذه ال4 اشياء تشوف المنتخب لما تكون عنده الكره ولما ما تكونش عنده الكره وما بينهما. وشو هذه ما بينهما؟ هي التحول من الحاله الدفاعيه للهجوميه ومن الحاله الهجوميه للدفاعيه، وتشوف ذلك المنتخب كيف يتصرف مع الحالات الرابعه حتى تحكم ما هي طريقه لعبه. ولا الطريقه اللي يلعب بها 4-3-3 هذيك ولا 4-4-2 هذاك ستان ديسبوزيتيف تاع موقع فقط. هذيك الرسم من بعد كيف ينشط الهجوم وكيف يولي للدفاع. صحيح. شوف احنا خذينا بعض الحالات، انا من بين الحالات هذه لا قلت المنتخب المدرب الركراكي تفوق تكتيكيا لانه بادر. واللي تشوف الاخ ابراهيم الحاله الاولى ابراهيم اول حاله. شوف الحالة الأولى حبيت نوري فيها شيء، أنه شوف المنتخب المغربي كيف يهاجم، كثافة هجومية. شوف الكرة هنايا هذا حكيمي. ما معنى حكيمي؟ أنه حكيمي كان يخلق تفوق عددي على الجهة اليمنى. شوف 2 على الجهة اليمنى. لما يرفع الكرة شوف شحال اللاعب ينتظر في منطقة العمليات. 1 2 3 ضد 3 مهاجمين ضد 3 مدافعين. خطأ بالنسبة للمدافعين، لأنه دائما كما يكون عندك 2 مهاجمين لازمهم 3 مدافعين. شوف هنا كيف خلقوا عليهم التفوق. وهنايا هذه في المنطقة اللي هنا نسميوها لا زون مورت، هذه منطقة ميتة ما عندها حتى معنى. لازم دائما يدير له سوتيان السند ويدخل ينتظر الكره. هذا قريب سجل هدف. تفضل الصوره الاخرى. هنا حبيت نبين بالصوره انه هذا هو السر تاع المنتخب المغربي، اسمه اللاعب مرابط. شوف يروح يعمل مثلثات على الجهه اليمنى ثم يجي يعمل مثلثات على الجهه اليسرى. هنا نفس عمل فيغولي مع المنتخب الوطني. ماشي عمل قديوره. شوف يروح يعمل مثلثات من الجهه اليمنى. ما هو الهدف من تكوين المثلثات على الجهه اليمنى؟ لانها خطه مدروسه. راك تشوف اللاعب هنا، من هذا اللاعب؟ هذا زياش. هنا زياش. ما هو الهدف؟ عمل دائما يعمل مثلثات ويدير ان ترانسفيرسال. هجمه للمنتخب المغربي بيان سور. ان ترانسفيرسال هي كره قطريه للامام. هنا اللاعب شكون؟ ناصيري. لاعب بوفال. لماذا يتم تحويل هذه الكره من الجهه اليمنى للجهه اليسرى؟ شوف لازم المشاهد الجزائري والمشاهد العربي يتعلم شيء. هنا 3 ضد 4، مش معناها 4 مدافعين تاع المنتخب الكندي ضد 3 تاع المنتخب المغربي. اوتوماتيكمون ضد مثلث. اوتوماتيكمون كاين فراغ. اوتوماتيكمون كاين نقص من جهه. هما يلموا اللاعبين تاع المنتخب الكندي في جهه ويهاجموهم من جهه اخرى. باه نطلق لك هذا المو باش الجمهور يتعلموا التفوق النوعي. 1 ضد 1 راح يطرح السؤال الجمهور يقول لك 1 ضد 1 كيف تقول تفوق؟ 1 ضد 1 في كره القدم هو تفوق نوعي، لانه الاولويه للمهاجم، لانه عنده الكره، لانه اكزاكتومون، لانه تبع لاباس. تفضل صوره اخرى. هنا هذه حبيت نبين لها. هنا هذا خط التماس. تكلمت سابقا أنه المنتخب المغربي يستعمل كرة قدم عالمية متطورة حديثة، وهي الضغط الموجه. الضغط الموجه هو لو بريسينغ اورينتي. منين تكون الكرة على في جهة ويستعمل خط التماس كأدفيرسير بالنسبة للمنتخب الكندي. خط التماس هنا راهو خصم بالنسبة للمنتخب الكندي. لما تعمل له ضغط الخصم خط التماس وزيد لها اللاعبين 1 مع 1 1 مع 1 1 مع 1 1 مع 1. روح شوف الصورة اللي وراها. لا طارق بن زياد. البحر والعدن. اكزاكتومون. شوف الضغط كيف يكون لما تكون الكره في خط التماس. يكون 1 ضد 1 1 ضد 1 وخط التماس ويغلقوا زاويه التمرير الى هذا وغالق الزاويه. روح تشوف الصوره اللي وراها. نزع الكره مباشره، استرجاع الكره. شوف الضغط دائما عنده نتيجه. ما فيش كره القدم لازم الجمهور يتعلم باللي ماهيش كره القدم فيها 1+1=2. ما في الناس راهي تطورت علميا ولاو يخدموا بلي زون. روح تشوف الصوره اللي وراها. لما المتابع يشاهد اي مباراه يقول انه 11 ضد 11 يتنافسون على الكره، ومن ثم تسجل تلك الكره في المرمى وانتهى الامر. لما تكلمت قبيل على قلت لك السر تاعهم هذا مرابط. شوف راح يجري. شوف الاتجاه تاع الجسم تاعو وين راح يزيد. انا انصح الركراكي بايجاد خليفه لمرابط لكي لا يحدث له مثل ما حدث لي بالماضي مع قديوره. هنا شوف الجهه تاعو متوجه الى الجهه اليسرى. ما هو الهدف الجاي؟ لكي يشكل
مثلث اخر على الجهه اليسرى حتى يساعد زملائه على الخروج نفس بالكرة. اللقطة التي كانت على الجهة اليمنى. اكزاكتومون. روح شوف الصوره الاخرى. شوف هنا هذا المدافع، هذا ما يبانش هنايا، هذا كاين مدافع ايسر. شوف كرة القدم ماهيش هكذاك برك، راهي كلش مدروس. لما طلع المدافع الايسر مباشرة السر تاع الكرة المغربية أمرابط جاء إلى جليسي الجهة اليسرى، عمل تغطية. لما فقد المنتخب المغربي الكرة استرجعها مباشرة، الكرة راهي عنده لأنه صعد المدافع الأيسر راح مباشرة. جبر هذا مدافع أيسر أم ظاهر أيسر؟ هذه تاعهم ظهير أيسر ماهوش مدافع. ظاهر أيسر. تاعنا اللي مدافع. راح تفضل. شوف هنا ركز لي على اللقطة هذه، الجمهور لازم يشوف اللقطة هذه باه يعرفوا باللي كرة القدم ماهيش 11 ضد 11 فقط. شوف اللاعب هذا أمرابط جاء لطلب الكرة في هذا المكان. شوف اللاعب هذا كان مداير رقابة للاعب الارتكاز الثاني. مشي تشوف الصورة الأخ إبراهيم، راح طلب الكرة. ما هو الهدف من طلب الكرة؟ سحب جلب اللاعب. لما سحب اللاعب شوف زميله كيف أصبح متحرك. هذه اللقطة تابعتها على المباشر، هناك تمريرة شوف الأخرى، شوف الصورة الأخرى. الزميل تاعو اللي متحرك استرجع الكرة، لما استرجع الكرة كومبيان إلى إليميني ان جوار 1 2 3 4 كسر الخطوط. 3 لاعبين يجرون وراء لاعب، كسر الخطوط، كسر خط كامل بتمريرة واحدة وبأبل، لأنه كرة القدم وش هي أبل باس أبل. تمد وتروح تطلب الكره في مكان، ماشي اي مكان. انا دوكا انا والشيخ معطاوي وامين نقدروا نديروا دي زابيل، مالغري شوف لاطاي تاعنا نديروا دي زابيل، بصح واش من بلاصه دوموندي لابيل. شوف راح طلب الكره، جبد معاه المدافع، خلى صاحبه. روح شوف مشي لي الصوره الاخرى. شوفوا وين وصلت الكره، كره عموديه، كره عموديه. لماذا دوكا انت المشاهد لما يشوف الكره يشوف الكره عند زياش؟ من هو السبب لايصال الكره عند زياش؟ كون ما عملش امرابط هذيك لا كونتا، كون ما توصلش الكره. دقيقه برك نكمل هذه. شوف هنا باه طلقوا زياش 1 ضد 1. هنا الهدف تاع المنتخب المغربي هو انه يحطوا زياش وبوفال وضعيه في تفوق نوعي 1 ضد 1، لانه 1 ضد 1 باينه باللي راح يفوز زياش، بالنسبه حكيم زياش. هنا علاه قلت لك مباراة تكتيكية بحت. المنتخب الكندي تحت قيادة المدرب اللي تكلمت عليه انت قبيل، راهو الكندي راهو يلاحظ ويشاهد. شوف راحوا غلقوا السر تاع المنتخب المغربي أمرابط، غلقوا عليه. شوف هنايا معايا كيفاه غلق عليه، وهذا غلق عليه، وهذا غلق عليه. غلقوا له الزاوية تاع التمرير، وهذا لو استلم الكرة هنا راح يروح ليه، يخلقوا عليه تفوق عددي 2 ضد 1. لما غلقت المنافذ، هذه هي قوة منتخب ما، التنويع في الأسلحة. ما معنى التنويع في الأسلحة؟ هناك مرونة تكتيكية. لما يتاكيوك في خطة ما لازم لك تجيب خطة أو سيستم دو جو تعوض به. لما غلقوا لهم المنفذ تاعهم اللي هو المرابط، روح الصورة وراها واش عملوا؟ نزيد لك هذه الصورة جابر. راحوا عملوا الكرات الطويلة. ما معنى الكرات الطويلة؟ سلاح آخر. روح تشوف الصورة اللي وراها واش صرا؟ تسجيل الهدف الثاني. دونك تشوف كيفاه تسجيل الهدف الثاني، الناس شافت غير الا المهاجم اللي هاجم. لكن النصيري فاز بصراع ثنائي يعني بطريقه مميزه جدا. انا شوف انا تابعت الهدف، بس انت تشوف كيفاه فاز على هدف سليماني مثلا امام كوريا الجنوبيه. روح شوف المونديال كان ربما نفس الامر. انت راك تتكلم على صراع ثنائي. ارجع شوف الصوره اللي قبلها، شوف شكون اللي جاب له، شكون اللي فرغ له المساحه. مرابط ايضا؟ لا ماشي مرابط، هذا زياش. جاء فتح المساحه اللي كانت فيها التمريره. ماهيش سهله هكذاك تاع فزت بثنائيه، بصح شكون اللي يعطاك المساحه هذيك؟ روح تفضل. لكن انهاء جيد الاخرى. هذه حبيت نبين فيها حاجه، يعطوا لها السند الهجومي. شوف هذا 1 2 3، شوف طريقه الجري تاع المدافع الايسر، واثنين وسط الميدان. شوف كيف يجريوا مباشره. دائما دوكا كره القدم اصبحت دي زون، مناطق. لما تفوز بمناطق اكبر عدد ممكن من المناطق راح تفوز بالمباراه. تحسب 1 2 3 4 5 لاعبين تاع المنتخب الكندي. قداش لاعب المنتخب المغربي؟ 1 2 3 4 5 6 6 ضد 5. دائما كاين تفوق عددي. روح شوف الصوره اللي وراها. اخر صوره جابر نعمو، للاسف الوقت انتهى. اخر صوره. شوف نديروا 2 صور به مباشره. شوف هنا السر تاعهم. شوف المرابط كيفاه دائما يخلق حاله 2 ضد 1، دائما 2 ضد 1. روح الصوره اللي وراها. المرابط
2 ضد 1، 2 ضد 1. روح تشوف الصوره اللي وراها، شوف التغطيه تاع اللاعبين. هنا المنتخب المغربي عمل خطا، شوف 1 2 3 4 ضد 2 خطا. بصح اللاعب المرابط تالمون الي انتيليجون الى كونفيرمي 100% باللي راح يسترجع الكره. من هذا اللاعب الاخ ايمن شكون اللي استرجع الكره؟ مرابط ايضا، كان يغطي دفاع كامل. روح لاخر صوره، اخر صوره نورمالمون. من هذا اللاعب؟ ابراهيم قال لك في خاطرك اخر صوره. من هذا اللاعب الذي عمل تحول هجومي؟ من هذا اللاعب؟ مرابط ايضا. مرابط ايضا. سي بور سا هنا ركزت على اللاعب. انا بك على ركزت على اللاعب مرابط، بنحكيو على قديوره من بعد.